دعا المغرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتدخل العاجل لدى الجزائر لتأمين سلامة مفتش شرطة مخيمات تندوف جنوبي الجزائر مصطفى سلمى ولد مولود، وطلب من المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للاجئين القيام بمساعي لحمايته من أي أعمال انتقامية بحسب تعبير الخارجية المغربية. ودان المغرب اعتقال مصطفى سلمى ولد مولود من قبل جبهة البوليساريو بعد عودته إلى مخيمات تندوف، معبرا عن قلقه إزاء ما وصفه بالإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده حسب بيان الخارجية المغربية. وقال إن اعتقاله يأتي على خلفية إعلانه تأييده لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل للتسوية في الصحراء الغربية. لست أدري من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الصريحة في القيام بذلك، وبأنه سيقدم للمحاكمة، ونتساءل من الذي سيحاكمه؟ وهل في مخيمات تندوف دولة؟ وهل هناك قانون غير القانون الجزائري الذي يطبق هناك؟ وهل الجزائر فعلا تخلت عن سيادتها على تندوف؟ نعتقد بأن هذه كلها أطروحات بالية. الحكومة الجزائرية تتحمل كامل المسؤولية فيما حصل وفي أي سوء يمكن أن يمس مصطفى سلمى ولد مولود. من جهتها قالت المفوضية العليا للاجئين إنها تتابع بقلق اعتقال مصطفى سلمى ولد مولود، كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد مولود. وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة لويتسون أن جبهة البوليساريو إذا أرادت أن تبرهن أنها لم تعتقل ولد مولود بسبب آرائه فيجب عليها أن تطلق سراحه على الفور، مشيرة أن ولد مولود كان قد أعلن في 9 من أغسطس الماضي بسمارة بالصحراء الغربية أنه سيعود إلى مخيمات تندوف لممارسة حقه في الدفاع عن خطة الحكم الذاتي المغربية. وذكرت المنظمة ذكرت الجزائر بمسؤوليتها في ضرورة ضمان حقوق جميع الأشخاص الموجودين فوق ترابها. أما جبهة البوليساريو فأكدت اعتقال مفتش شرطة مخيمات تندوف مصطفى سلمى ولد مولود الثلاثاء الماضي، موضحة أنها قررت محاكمته بتهمة التجسس والخيانة. واعتبر بيان صادر عن الجبهة أن مصطفى سلمى ارتكب ما وصفته بالجرائم التي تصنف في باب الخيانة والتجسس، وأنه أخل بالواجبات القانونية التي يمليها انتماؤه لجهاز الشرطة داخل مخيمة تندوف جنوب الجزائر، وذلك من خلال الإعلان عن ولائه للمغرب. وأضاف البيان أن ولد مولود أفشى أسرارا تتعلق بجبهة البوليساريو وارتكب أعمال تجسس لصالح دولة في حالة حرب مع الجبهة بغرض المساس بأمنها بحسب تعبير البيان. وينضم إلينا من الرباط عبد الكريم بن عتيق الوزير السابق والأمين العام للحزب العمالي المغربي، ومن بروكسل محمد يسلم بيصط ممثل جبهة بوليساريو في أوروبا. نبدأ مع سيد بيصط. نذكر حينما اندلعت قضية أمينات حيدر في المغرب قامت ضجة في البوليساريو واتهمت المغرب بمصادرة حريتها في الرأي. الآن أحد أفراد ومسؤولي جبهة البوليساريو يدلي برأيه ويعتقل ويتهم بالتجسس والخيانة. مساءكم سعيد الأستاذ عبد الصمد. مساء سعيد. ومساء سعيد لكل المستمعين. السيد مصطفى سلمى ليس أحد مسؤولي جبهة البوليساريو كما يقال في الإعلام المغربي. لم يكن في أي يوم من الأيام ينتمي إلى الهيئات القيادية، لا في الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء والذهب ولا الجمهورية الصحراوية. هو إنسان شرطي أخل بواجباته وقام ببعض المخالفات وتم القبض عليه وسيقدم للمحاكمة. هو مفتش شرطة للتحديد سيد بيصط، مفتش شرطة. هو مفتش شرطة في مخيم ولاية العيون. نعم. في مخيم جهوي، مفتش جهوي للشرطة في مخيم ولاية العيون، وليس من قيادة جبهة البوليساريو وليس قيادي سابق. فيما يخص هذا الكلام، كما أنه مصطفى سيدي مولود لم يعتقل في المخيمات عند عودته كما قلتم في التقرير، ولم يتم اعتقاله على الحدود مع الجزائر،
السيد مصطفى سلمى تم اعتقاله في مدينة مهيريز المحررة التي تبعد 420 كيلومتر من تندوف، ولا علاقة بالجزائر لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وإذا كان البعض لهدف يراه هو أو لسياسة يعتقد أنها إيجابية يريد الإساءة للجزائر ويعتمد من الإساءة للجزائر على أنها أسلوب سياسي محترم، فنحن نعتقد بأن هذا يؤسف له، فلا يمكن أن تبني دولة اعتقل فيما تسمونه الأراضي المحررة للإساءة لمن لا علاقة لهم بهذا الموضوع. هو اعتقل في نهاية المطاف، هو اعتقل لرأي أدلى به. في جبهة البوليساريو هم من اعتقلنا السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود، واعتقلناه في مدينة مهيريز المحررة على الحدود الصحراوية الموريتانية والتي لا تبعد عن مدينة سمارة إلا ب 70 أو 80 كيلومتر، يعني على بعد 420 كيلومتر من التندوف. هو معتقل. نعم. ويعني ما قيل بأن بيان هيومن رايت واتش كما قدمته في تقريركم ليس صحيح، فهيومن رايت تساءلت ونحن على اتصال معها ووضحنا لها الأمور، ولم تندد ولم تطالب بإطلاق سراحه، ولكن طالبت بمحاكمة عادلة. وهذا نحن ما سنضمنه للسيد مصطفى سلمى الذي ليس قضية سياسية يتكلم عنها وزير الخارجية ووزير الإعلام ووزير الداخلية وكل الأحزاب والجمعيات. سيد عبد الكريم بن عتيق في الرباط، نحن مرتاحين. نعم، أوجه هذا الكلام سيد بن عتيق في الرباط، الوقت لا يسمح بالكثير. سيد بن عتيق في الرباط، ممثل بوليساريو يرى بأن المغرب بالغ وبأن الرجل اعتقل في أراضي يسمونها بالمحررة على أنه ليس قياديا أو مسؤولا كبيرا في القيادة. تعليقكم على ذلك؟ أولا يجب أن نوضح أن هناك مجموعة من المغالطات. هذه المناطق ليست محررة بل مناطق العازلة انطلاقا من اتفاق تحت إشراف الأمم المتحدة في سنة 1991. الجزائر ومع البوليساريو تستعمل هذه المصطلحات قصد تمويه وقصد المغالطة على المستوى الدولي. عندما نعود إلى مسألة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أولا يؤكد زيف أطروحات البوليساريو مع الجزائر أن احترام حقوق الإنسان ليس وارد في أجندة لا الجزائر في المخيمات ولا البوليساريو، بدليل أن مواطن صحراوي من أصول مغربية جاء إلى السمارة واكتشف حقيقة أخرى، مغرب آخر مستقر مزدهر فيه ديمقراطية فيه حرية التعبير، فعبر بشكل ديمقراطي عن اختياره وقال صراحة سأعود إلى تندوف وسأعبر عن هذا الاختيار، أي اختيار الحكم الذاتي. لكن كما هو معروف ما دام أن البوليساريو هي رهينة المخابرات العسكرية الجزائرية تحملت مسؤولية إيقاف هذا الصوت خوفا من أن تحول هذا الصوت إلى تيار قوي داخل مخيمات تندوف. إذن هناك دليل قاطع أن البوليساريو لا يملك حرية التصرف، لا يملك حرية المفاوضة، بدليل أن عندما اختطافوا، وهذه قرصنة جديدة تمارس في المناطق العازلة، تم اختطاف، أقول قرصنة جديدة من نوع جديد، اختطاف وتم استنطاقه من طرف مخابرات الجزائرية أولا قبل أن يسلم إلى جبهة البوليساريو. عيب وعار، لأن في تاريخنا كما نعرف جميعا أن الصحراوي لا يقبل أن تمارس عليه وصاية من طرف أي جهة، فبالأحرى من طرف جهة مخابراتية جزائرية وحدة لها أجندة معينة هي خدمة أغراضها في المنطقة. أعود إلى سيد بيصت في بروكسل. سيد بيصت، يعني القضية قضية حقوقية، قضية رأي أدلى به الرجل. أنتم في البوليساريو دائما ما تطالبون بتقرير المصير يعتمد على استفتاء رأي الصحراويين بخصوص الانفصال أو البقاء في إطار السيادة المغربية. هذا الرجل أدلى برأيه، حدد خياره، ما العيب في ذلك إذن؟ يا سيدي الفاضل، بعيدا عن الإساءة لا للمغرب ولا للجزائر ولا لأي كان، وبعيدا عن الكلمات المتشنجة التي منذ 30 سنة. أريد جواب عن سؤالي سيد بيصت، الوقت ضيق. نحن في جبهة البوليساريو هذا أسلوب مغلوط يا أخي، هذا أسلوب مغلوط ومستهلك منذ زمان. أنا لا سيد عبد الكريم، أنا أعرف
أنا أعرفك جيدا سيد بن عتيق والتقيتك سيد بن عتيق من فضلك والرجاء أستاذ سيد بن عتيق اتركوا الإخوان تفضل سيد بيصت تفضل. أنا أعرفك سيد بيصت تفضل. وأعرف رأيك المخيمات العار. والتقيتك في روما مع ابن عتيق عبد لا أريد الرجاء قليلا. فالسب والشتم والإساءة لا يقدم أي شيء. يعني الصراخ والعويل وشلخ الأوجه ونتف سيد بيصت أريد جوابا عن سؤالي رجاء سيد بيصت أريد جواب عن سؤالي. لا أريد أدخل في حوارات جانبية شخصية. بعضنا الآن الوقت لنرتفع عن هذا فيما يخص الحكم الذاتي. سيد العتيق نحن بجبهة البوليساريو يا أستاذ عبد الصمد تفضل قبلنا رسميا ومنذ يوليو 2003 بأن الحكم الذاتي هو أحد الخيارات التي تطرح على الصحراويين في الاستفتاء. ليست لدينا مشكلة مع الحكم الذاتي، وهناك بعض الصحراويين الذين يريدون الحكم الذاتي، وهناك صحراويون أكثر من ذلك يريدون الانضمام للمغرب، وهناك صحراويون مثلي أنا على الأقل يريدون الاستقلال. وما نريد أن يسمح للصحراويين أن يختاروا بحرية وديمقراطية من الذي يريدونه. مصطفى سلمى لم يعتقل لدفاعه عن الحكم الذاتي، فالحكم الذاتي قضية معروفة وموجودة في برنامج جبهة البوليساريو وموجودة في برنامج الأمم المتحدة وفي توصيات مجلس الأمن كأحد خيارات الاستفتاء. لم يعتقل السيد مصطفى سلمى بناء على قناعات سياسية، ونحن لا وإنما بناء على ماذا؟ بناء على ماذا سيد بيصت؟ سيد بيصت اسمح لي الوقت قصير. الرجل زار المغرب علانية وتحدث إلى سيد بيصت وموضوع التجاوزات. اسمح لي أريد سؤال أخير. الرجل زار المغرب وتحدث إلى وسائل الإعلام جهارا نهارا أمام جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية وعبر عن مواقفه، ثم عاد إلى البوليساريو. لم يكن متجسسا، لم يدلي بأي أشياء ربما تمس البوليساريو أو أسرار كما تقول، وهو ليس من الطبقة القيادية في البوليساريو حتى يفشي أسراره. انتظر المحاكمة يا أخي. لا أستاذ عبد الصمد، أنت لست قاضيا لتبرئه أو لتتهمه. على الأقل انتظر المحاكمة وما سينتج عنها، وانتظره هو أن يقدم شهوده وأدلته. السيد مصطفى سلمى سيقدم إلى محاكمة عادلة وستتخذ منه القرارات الرسمية وبناء على قانون الجمهورية الصحراوية الذي تمارسه على أراضيها المحررة في مدينة مهيريز. ويمكنك أنت أستاذ عبد الصمد أن تأتي وترى بعينك كيف سيحدث ذلك. أما ما يقال عن الجزائر الصحفية المغربية فهذا أنا لا أرد عليه ولا أدخله، وأعتقد بأنني أتأفف عن مثل هكذا حديث. نحن والمغرب شركاء في عملية سلام، وهذه عملية السلام علينا أن لا نسب المستقبل وعلينا أن لا نتهم بعضنا وأن نتوقف عن مثل هذا الحوار إذا أردنا سلاما حقيقيا وعادلا وديمقراطيا. محمد يسلم بيصت ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا، شكرا جزيلا لك. ونشكر من الرباط عبد الكريم بن عتيق الوزير السابق والأمين العام للحزب العمالي المغربي من الرباط. للأسف نعتذر عن إن كان هناك جو من المشاحنة في هذا الحوار للسادة المشاهدين. قالت صحيفة الوطن الجزائرية نقرأ